مين كان مستني شخصية بينيوايز تطلع من الصورة في آخر مشهد في الحلقة التالتة؟ عشان أنا كنت مستني، بس للأسف الحلقة انتهت من غير ما ده يحصل. وعامة الحلقة التالتة فيها شوية تفاصيل كتير، عرفنا فيها إن ديك هالورين كان من ضمن الموجودين وقت ما كانوا بيهاجموا لوروي، وده عشان يقرأ أفكاره ويعرف هو بيخاف من إيه. وكمان الكائن بقى عارف عن ديك هالورين وقدراته، وإن الجيش بيدور عليه، وده حاجة نتيجتها مش هتكون كويسة ليهم ولا لديري. وكمان عرفنا ازاي الجيش عارف عن واللي سبب هو فرانسيس شو. وشفنا في الاخر شفنا شويه مطارده حلوه من للعيال عشان يحرموا يروحوا للمدافن. واهلا بيكم في شيف افلام. وفيديو النهارده هشرح واتكلم عن كل حاجه خاصه بالحلقه الثالثه من مسلسل ويلكم تو ديري. بس الاول اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، علشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا. المسلسل بيبتدي بينا سنة 1908، والتاريخ ده اللي كنا عرفناه من الجزء الأول للفيلم بأنه حصل حريق كبير في مصنع، واللي أدى الموت بتاع 102 شخص من ضمنهم 88 طفل. وده المصنع اللي بنشوفه في تتر المسلسل اللي قدامنا ده، واللي اسمه كيتشنر ايرون وركس. وعشان تبقوا عارفين هنرجع لقصة المصنع كاملة بس مع الموسم الثالث للمسلسل، لأن الموسم الثاني هيركز إنه يجيب لنا اللي حصل في مجزرة عصابة برادلي اللي كانت سنة 1935، واللي الجيش لقى عربية تبعهم من وقتها مدفونة. وحتى الضابط هنا بيقول للجنرال شو ان في شهود عيان شافوا الكيان موجود وقت الحادثه، وده اللي واضح هنا من صوره تتر المسلسل. فبينوايز السبب في كل اللي حصل. وفي الموسم الثاني هنشوف القصه كامله. بعدين بنشوف الطفل فرانسيس شو اللي بقى جنرال لما كبر بعد كده، وهو في ديري وفي السيرك. وفي بنت هنا لابسه لبس المهرج، وفي اكتر من مره بنلاحظ انها بتراقب فرانسيس. وممكن بشكل ما نعرف ان دي بنت بينوايز، لان من الصور القديمه كان في بنت واقفه جنبه، لانه كان شخص عادي طبيعي قبل ما الكائن ياخد شكله. ممكن مع الموسم نكتشف ان بنته لسه عايشه، بس يا ترى بتعمل ايه لسه مش واضح. لكن توقعي لو موجوده او هتظهر تاني هنعرف انها بتساعده بشكل ما. وتوقعي ان بنته ممكن تكون مسز كاريش اللي شفناها من الجزء التاني للفيلم، فكانت معلقه صوره في بيتها وشفناها بتتحول للكائن بعدين بنشوف فرانسيس بيدخل مكان فيه اشخاص شكلها غريب، وده حاجه زمان كانت مشهوره، فكانوا بيجيبوا الناس اللي عندها تشوهات او اي مشاكل في جسمها وشكلها عشان يشغلوهم معاهم في السيرك، ويدوهم اسامي مخيفه عشان يشدوا انتباه الناس. وحوالين السيرك بنلاحظ شويه اشارات، فده مهرج شعره لونه احمر، اشاره لبينيوايز، وهنا السلحفه الكيان الخاص بالخير المضاد بعدها بنشوف فرانسيس وهو بيدخل عشان يستكشف المكان، وهنا اللي قاعد على البيانو ده المخرج اندي موشياتي بنفسه. وبنشوف هنا بنتين توأم، واللي غالبا إشارة على البنتين التوأم المشهورين من فيلم ذا شاينينج. وهنا فرانسيس بيعدي على مكان فيه مرايات، غالبا تلميح على بيل لما دخل بيت المرايات وإيد بهدله فيها في الجزء التاني. بعدين فرانسيس بيشوف حد في الضلمة يقوله تعالى، واللي بيطلع واحد شغال معاهم في السيرك اسمه ذا سكيلتون مان. ولو بتشبه على الراجل ده والشكل ده فده نفس الراجل اللي عرفناه باسم الراجل الأصفر من مسلسل فروم الموسم الثالث، واللي ناس كتير مستنية الموسم الرابع عشان نفهم عنه أكتر. بعدين بنشوف فرانسيس بيخاف ويجري ويخرج بره عشان يقابل ابوه اللي بيديله نبله كان كسبها. بعدين بنشوفهم في الطريق والعربيه عطلانه بيهم، وفرانسيس بيشتري ازازه ميه من واحده من السكان الاصليين اسمها روز، واللي بيتعرف عليها ويبقوا صحاب. واللي بنعرف ان روز لما كبرت بقت هي صاحبه المحل بتاع الادوات المستعمله. وبنشوف فرانسيس كان داخل الغابه وهو بيلعب مع روز، وبعدها شاف نفس الراجل اللي كان خاف منه من السيرك، والمره دي بقى ده الكائن عشان هو بياخد شكل الخوف وعارف ان فرانسيس خاف منه، فخد شكله وجري وراه وكان هيجيبه هنا، بس روز انقذته بالنبله. وهنا بنلاحظ انه جاب دم والدم طار فوق زي ما شفنا حتى في الافلام، فكل حاجه معاه تبقى طايره كده. وبعدين لما هربوا منه وخرجوا من الغابه روز قالت انه مش بيخرج بره حدودها. ليه بقى؟ ما وضحتش، بس هو الاكيد انه قدر يخرج بعد كده، لكن ازاي ده اكيد حاجه لسه مع الوقت هنعرفها. لكن اتوقع ان السكان الاصليين كانوا قدروا بتعويذه ما من حاجه تخصه انهم يحوطوه جوه حدود الغابه، لكن ازاي بعد كده خرج دي حاجه لسه هتبان مع الحلقات الجايه. كمان بسبب اللي حصل في الغابه وبسبب النبله فهمنا ازاي الجيش عرف بحوار الكائن لان فرانسيس كبر وبقى جنرال، لان من المعروف لما تسيب ديري ذكريات الطفوله بتروح بعدين بترجع مع الوقت لما ترجع البلد تاني. وده اللي حصل بين شو وروز لما قابلوا بعض، وقال لها انا كنت ناسي اسمك، ما افتكرتش غير لما شفته على الورق. بعدين بنشوف الجنرال شو وهو بيقرر يسلم ديك هالورين النبلة عشان يعرف يحدد فين الكيان بالظبط، واللي روي بيكون الطيار مع صاحبه. وهالورين هنا بيستخدم قدراته العقلية عشان يلاقي بس هو اللي بيلاقيه ويدخله بيته يعتبر، واللي كنا شفناه قبل كده في الأفلام وشفنا وقتها كل اللي موتهم وهم طايرين كده. لكن في حاجة جديدة هنا، فاحنا بنشوف ان بيقول له هو مستغرب انت مين، لانه متوقعش حد يدور عليه وكمان يكون قريب ان يوصل له. وانا كان متوقع حد بالقدرات العقلية لهالورين، وتوقعي بسبب كده هنشوف مش يسيبه في حاله. بس عايز اقول لكم ان مفترض شخصية ديك هالورين قوية جدا مش سهلة،
واتمنى نشوف مواجهة بينهم في الحلقات الجاية. بعدها بنشوف ديك وهو بيفتح باب الطيارة وهو مش حاسس، لكن ليروي بينقذه. بعدين بنشوف الاتنين سوا مع بعض في عزومة عشاء، وهالورين بيفهم ان شارلوت لسه مش عارفة تتأقلم على البلد ومش عارفة تشتغل كمدرسة. بعدها بيسأل على ابنهم، وده حاجة تخلي ليروي يقول له انا ما قلتلكش قبل كده ان عندي ابن. ومن هنا بيصدق الكلام اللي عليه وان عنده قدرات خاصة، وبيقدر يفهم انه كان واحد من الموجودين لما كان بيتدرب عشان يقرا افكاره ويعرف لما يتحط تحت تهديد ايه اللي هيخوفه. بعدها هالورين بيعرفوا ان زي وارث قدراته من جدته، وده حاجه كان اتكلم عليها بشكل اكبر في فيلم ذا شاينينج. بعدين بنشوف هانك بوروني في السجن عشان متهم انه اللي قتل الاطفال، ورئيس الشرطه بيهدده انه هيوديه على سجن شاوشينج، وده السجن شفناه في فيلم شاوشينج ريديمشن لانه من نفس خيال المؤلف ستيفن كينج، فالفيلم من قصته. بعدين بنشوف ام ليلي وهي رايحه تاخدها من المصحه، واللي بنشوفها بتتكلم مع واحده من اللي شغالين واللي بتعتبر مصدقاها. واعتقد الست دي هتكون مهمه مع الحلقات الجايه، واللي الولاد ممكن يروحوا ليها عشان تساعدهم، ويمكن هنعرف انها عارفه كتير عن بيني وايز وحوارات ات. بعدين بنشوف روني في المدرسه، وتلاقي كاتبين على اللوكر بتاعها ان ابوك هيتولع فيه، وغالبا شله البنات دي هم اللي عملوا كده. بعدين بنشوف ليلي تروح لها وتقول لها على فكره الكاميرا، وان لو عرفوا يصوروا اللي بيحصل معاهم هيبقى عندهم دليل عشان يعرفوا يخرجوا ابوها وما يقولوش عليها مجنونه. بس لما يفكروا يلاقوا نفسهم مش هيعرفوا يحمضوا الصور، روني تاخد ليلي ويروح على ويل اللي قاعد مع ريتش. بعدين يعرفوهم كل حاجه، ويل يبقى مش مصدق في الاول، وريتشي بعدها يقول لهم ان عمه كان بيعرف يحضر ارواح وان هو هيعرف يعمل ده، عشان بعد كده بنشوفهم في المدافن على امل ان حاجه تحصل ويعرفوا يصوروها. لما يلاقوا ان ريتشي كان بيحور روني وليلي بياخدوا العجل عشان يمشوا، بس كل حاجه في سكتهم تتغير والبوابه تبعد عنهم ويحصل هجوم من الاشباح عليهم، وبيعرفوا يصوروا اللي شايفينه، وهنا سوزي وتيدي وعم ريتشي كمان. وويل بيشوف حد مستخبي ويصوره قبل ما يخرج من المكان خالص. بعدين يرجعوا المدرسه عشان يحمضوا الصور، وفعلا بيشوفوا الصور لتيدي وسوزي. بس السؤال هنا فين فيل؟ ليه فيل ما طلعش ليهم كشبح؟ فمحدش جاب سيره انه كان موجود، وفي تحليل الحلقه اللي فاتت لاحظت ان صورته ما اتحللتش زي تيدي، فتوقع ان في حاجه تانية حصلت مع فيل او انه مش ميت وقيت محتفظ بيه، لكن ليه مش واضح. وعامه لو طلع ميت في الاخر هتضايق عشان كل الاشارات لحد دلوقتي بتقول عكس كده. بعدين بنشوف اخر صوره اللي فيها بيني وايز بهيئه المهرج المعروف عنه، والعيال بتلاحظ ده، وزي ما قلت في المقدمه كنت اتمنى نشوفه ينط لهم الصوره زي ما عمل في الافلام. وعامه توقعي الصور دي مش هتفيدهم قوي، يا محدش هيصدقهم يا الكبار مش هيشوفوها اصلا، هيشوفوا صور فاضيه عشان إيت ما يحبش حد يشوفه ومش هيعدي حاجه زي كده، وغالبا هيطلع العيال مجانين. وفي الاخر متحمس جدا للحلقات الجايه عشان قربنا نشوف عوده بيني وايز بهيئته الكامله. وبس كده ده هيكون نهايه شرح وتحليلي لكل حاجه خاصه بالحلقه الثالثه من مسلسل إيت ويلكم تو ديري، واتمنى الفيديو يعجبكم وهستنى اعرف رايكم في التعليقات. وفي الاخر يا ريت محدش ينسى اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات، وفولو صفحات شيف افلام على التيك توك والانستجرام علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.